عليكم جميعا مشاهدينا الكرام، أجواء جميلة وليلة فيها الجو مثالي في ملعب المباراة، وسعيد جدا بصحبتكم للتعليق على مجريات اللقاء. نتمنى بأن نشاهد مباراة مثيرة وكبيرة مليئة بالمتعة والإثارة، حيث سيكون الفريق الكتالوني برشلونة في مواجهة إسبانيا. أجواء كروية صاخبة، مباراة قوية، متعة مضمونة. هكذا هي العادة في مباريات كرة القدم. كريستيانو يحافظ على كرته، تمريرات متتالية بحثا عن ثغرة، بحثا عن مساحة في خطوط الدفاع. بوشكاش إلى ماتيوس كونيا. لا بيختار تمريرة قبل ما تشكل خطورة. بابلو ايمار، ديزاير، توقيت ممتاز في التدخل، ابعاد الخطورة في هذه اللحظات. كيليان مبابي، بيدري، كاكا، بوشكاش، يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الفريق الآخر. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا الله، الكرة مرت، الكرة عدت، الكرة تجاوزت الخط وهدف اللقاء. نشوف الهدف من جديد، نشوف اللعبة كيف كانت، نشوف كيف كان تحت الضغط الكبير لكن عرف يتصرف. انظر إلى النهاية، انظر إلى التسجيل. بابلو ايمار، فرصة إدراك التعادل. ركنية لبرشلونة مع بحث عن هدف التعادل. في المرمى، غير مسار الكرة لتذهب إلى الشباك وتأتي بالهدف. شاهد الهدف مرة أخرى، جدا إيقافها، واضح بأن هناك تغيير في مسار الكرة وهي في طريقها للمرمى. نعود لنقطة البداية مع التعادل 1-1، والآن وصلنا لختام أحداث شوط المباراة الأول مشاهدينا. شوط ثاني ويبدأ وتعود الكرة للحركة من جديد، وحالة التعادل قائمة بين الطرفين. كاكا، بابلو ايمار، بيني ممكن التقدم في هذه اللحظات، وفي المرمى هدف يستعيد التقدم في النتيجة مرة أخرى. نشوف الهدف ونشوف كيف يمكن تتعامل مع هذه المواقف وتتدخل في الوقت المناسب لتسجل الهدف. يبدو بسيطا لكنه ليس كذلك، هذه الرأسية فيها تفاصيل كثيرة جدا. ثاني كيليان مبابي، والكرة تصل إلى بابلو ايمار، تضيع من جانب برشلونة. أوفسايد في اللقطة الماضية. تجديد للكرة من جانب جورج كليري.
وتأتي الصافرة الآن بعد الأفضلية في المرة الأولى. كاكا، ستيفن جيرارد، 8 دقائق ويطلق حكم المباراة صافرة النهاية. نقترب من النهاية والأمور لا تسير على أفضل وجه للجماهير صاحبة الأرض. هم بحاجة لهدف واحد يعودوا في النتيجة، يقدمون الدعم اللازم في هذا التوقيت. رائع التدخل هنا، يأتي في توقيت مثالي لينهي الخطورة. وهذه هي صافرة نهاية اللقاء، تؤكد رسميا على انتصار اسبانيا في المباراة. عليهم ان يكونوا سعداء بان الامور كانت لمصلحتهم اليوم، وكان التوفيق الى جانبهم في ارضية الملعب.